مدينة فاس تحكي من جديد إحدى فصول التاريخ المفعمة بالجمال. هنا بحديقة جنان سبيل امتزج جمال الطبيعة بجمالهن. من الصباح إلى ساعة متأخرة من الليل يوم كامل تم تخصيصه لهم. احتفاء بأطفال فاس في حفل حناء ضخم لم تشهد له المدينة مثيلا من قبل. منذ الساعة الأولى للصباح أمهار حنايات فاس يلتحقن بحديقة جنان سبيل. 1500 طفل وطفلة استفدن من هذا الحفل. وضعت المنصات على طول الحديقة وبكل جنباتها، فضيفات اليوم لهن مكانة خاصة. فرق موسيقية تعلن انطلاق هذا الحفل الضخم بفاس العالمة. تم التعامل معهن كأميرات فوق العادة. عزفت الألحان على شرفهن، فهن اليوم بحديقة تحكي الروايات أنها كانت مخصصة للأميرات وفقط. يلجن هذه الجنة الفيحاء للتنزه في فصل الربيع، ولا يبرحنها إلا ليلا يقصدن قصورهن. جمعية قافلة نور الصدقة للتنمية الاجتماعية لرئيستها السيدة خديجة الحجب اليعقوبي تعيد ربط الماضي بالحاضر رفقة شركائها في هذا الحفل. بفضاء ساحر ينطق جمالا أدخلوا بهذه البادرة لمسة فرح على مئات الأسر وأطفالهن. حتى السياح الأجانب راقهم المشهد كثيرا، أعجبوا به وشاركوا المغاربة كل تفاصيله. Human work, and she's being supported by the King of Morocco himself. That's what she said. لحظة تغنت فيها الطبيعة هنا بعبق التقاليد المغربية الأصيلة، ترسيخ للقيم وحفاظ على الهوية المغربية من الضياع. مهرجان ضخم أعادنا للماضي قليلا، حين كانت حدائق فاس جنات فوق الأرض تعيد كتابة التاريخ. هي اليوم كذلك استعادت بريقها بهذا المحفل الذي نبش قليلا في تراثنا الأصيل. مساء تزينت شوارع فاس على طول الطريق الرابطة بين حديقة جنان سبيل والبطحاء، تزينت بموكب ضخم للشموع تقدمته فتيات فاس. عربات مجرورة خفرتهم في موكب مهيب في ليلة مباركة. أميرات هن في الصباح والمساء، بحنائهن وشموعهن أنرن جانبا مشرقا من تاريخ هذه المدينة. فاس في ليلة رمضانية مباركة تحولت إلى لوحة تاريخية زاخرة بالدلالة والعبر والمعاني السامية. القنوات الوطنية حطت هنا لنقل الحدث، ففاس ومنذ عهد متعطشة لمثل هذا، هي اليوم تستعيد أنفاسها عبر هذه الروح البريئة الطيبة، روح فتيات وصبية أزاحت ابتسامتهن كل عتمها. بمجرد عودتهن إلى الحديقة من جديد وجدنا حفلا ضخما في انتظارهن أقيم على شرف آبائهن والكثير من الضيوف. كبار الفرق الموسيقية على الصعيد الوطني أبت إلا أن تشارك الحدث في سهرة ماتعة.
أطفال الإخوة الأفارقة لم يستثنوا من حفل فاس البهيج هذا. تغنى الجميع ورقص الجميع إيدانا بمستقبل مشرق عله يكون قريبا، فمفاتيح السعادة في ابتسامات ترسم على وجوه هؤلاء الأطفال. جمعية قافلة نور الصدقة للتنمية الاجتماعية رفقة شركائها أعادونا للزمن الجميل، فشكرا لهم ولكل من ساهم في هذا الإشعاع المنشود. اليوم جمعية قافلة نور الصدقة للتنمية الاجتماعية كما كتشوفوا دارت تتويج العمل ديالها الإنساني اللي كان لمدة شهر رمضان الكريم، واللي كان فيه عدة إفطارات جماعية، فطور عبير السبيل، كذلك قفة رمضان. اليوم كيتوج بهذا العمل اللي هو إنساني، اللي هو موكب الشموع وموكب الحناء. كنشكروا من هذا المنبر النقافات، المعلمات النقافات ديال فاس اللي ساهموا معنا، كذلك اوركستر العسري، وهذا الشيء ديال مدينه فاس التراث ديالنا داخل في التراث ديالنا ديال مدينه فاس، وفي هذا الفضاء الجميل الرائع ديال جنان السبيل، واللي كان عنده التاريخ، لان كان يعني زمان كانوا كيحنيوا البنيتات وكيجيبوهم لجنان السبيل، يعني التاريخ يعيد نفسه.